السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ الصحه ديالكم، الامور ديالكم بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بصحه جيده باذن الله، ويلقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. نبداو كلامنا كيف العاده بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نهار جديد اخواتاتي وفيديو جديد. قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو كنبغي نشكر الاخوات اللي انضموا لقناتي، الاخوات الجدادات كنقول لكم شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم عندي، والاخوات القدامات كنقول لكم الدار داركم ومرحبا بكم حتى نتوما. كنشكر ايضا الاخوات اللي كيخليو لي تعليق زوين محفز، صراحه كتشجعوني باش كنبقى نشارك معكم هكذايا الوصفات الصحيه. كنقول لكم شكرا لكم بزاف، واي وحده خلات لي تعليق زوين كنقول لك اختي الله يجعلها لك في ميزان حسناتكم يا ربي. ما فيها بس هكايا نتعاونوا مع بعضياتنا، علاش لا؟ وصافي هادشي اللي كاين اخواتاتي. بالنسبه للوصفه اللي غادي نشاركها معكم اليوم هي ليكيش سائل بدون دقيق ابيض، يعني غادي نشاركها معكم ان شاء الله يا ربي بدقيق الذره. وغادي نقول لكم باش انكم ممكن يعني الحاجه اللي تقدروا تعوضوها بدقيق الذره، حيت الاغلبيه نتاع الناس كيعجبهم المذاق ديالو، والاغلبيه كيجيهم المذاق ديالو مجهد، ولكن كاين باش غادي نعوضوها ان شاء الله. يعني المهم اننا نبعدوا نهائيا من الدقيق الابيض. هادشي اللي بغيت نقول لكم. بالنسبه للحشوه اخواتاتي ما شاركتهاش معكم، ولكن غادي نقول لكم يعني شنو راني دايره فيها. بالنسبه انايا للحشوه كان سبق ليا وعمرت بها لي شوصون هكايا البناتي، ولكن انا بغيت ناكل شي حاجه اللي هي صحيه، زعما شي حاجه اللي هي مزيانه، يعني فيها زيت الزيتون وهذا. المهم اولا لاصوص او لا الشرموله ديالي اللي كنت عمرت بها لي شوصون كانت عباره على خيزو والقرعه كورجيت. صافي يعني شحرتهم فواحد شويه نتاع زيت الزيتون، يعني طحنتهم الاول في الهاشوار مع الصدر نتاع الدجاج. بغيتو تطحنوه يعني كشكل كفته تقدروا ديروه، بغيتو تقطعوه مربعات اللي هي صغيره تقدروا ديروه. انا قطعت مربعات صغيره وطحنت خيزو والقرعه في الهاشوار مزيان مزيان، شحرتهم مع شويه نتاع زيت الزيتون. تقدروا تعوضوا زيت الزيتون بالزبده اللي تكون من نوعيه جيده، بحال بدويه او لا سونطرال او لا، مهم كل وحده والنوعيه ديال الزبده اللي كتفضلها. تشحروهم شويه بالعطريه اللي كتبغيوها، وتقدروا تضيفوا ليهم بحال مثلا فروماج مثلث او لا الفروماج الموتزاريلا، تحكوا عليه واحد شويه وتكون عندكم الحشوه نتاعكم واجده. انايا كيف ما قلت لكم كنت عمرت لي شوصون البناتي، خليت ليا واحد شويه ومن بعد جبت الدنجال او لا تقطعوها، يعني الباذنجان تقطعوها هكذايا مربعات صغيره، تجيبوا واحد المقلاة تدهنوها شويه بزيت الزيتون، ترشوا هذيك الدنجاله هكا بالملحه وشويه نتاع الابزار وتشحروها مزيان مزيان. صافي وتخليوها كيف ما شفتوا معايا. راها مين كنت كنحط فيها يعني المقله نتاعي راها كانت ناشفه من الزيت، يعني ما فيهاش نهائيا الزيت، غير واحد الرشيشه خفيفه نتاع زيت الزيتون فقط. صافي ضفتها ليها مع الزيتون. يعني هذه هي الحشوه اللي غادي ندير بها هاد لي كيش السائل. بالنسبه هنايا كيف ما شفتوا معايا كنعبر بالكاس. انا هنايا الكاس اللي عندي يعني كاس ناقص شويه على كاس تاع العبار تاع كاس تاع العنبه. عبرت معكم هنايا كاس من دقيق الذره مع واحد الحبه نتاع البيض مع كاس نتاع الحليب، رشيشه نتاع الملحه ورشيشه نتاع الابزار، وغادي نخلط جميع هاد المكونات وغادي نشوف واش مازال خصني عاد دقيق الذره. المهم انايا غادي تديروا وعينكم ميزانكم. القوام ديالها خصو يجي داير بحال القوام ديال بحال غادي تحضروا البغرير او لا خرينكو. صافي القوام ديالها هنايا كان عندي مازال خفيف بزاف. غادي نضيف تقريبا واحد 2 معالق هكذايا ديال هذا الدقيق هذا. كيف ما قلت لكم اخواتاتي، بالنسبه للاخوات اللي كيجيهم هذا دقيق الذره كيكون شويه يعني المذاق ديالو مجهد، تقدروا تعوضوه بدقيق الحمص، كيف ما انكم تقدروا تعوضوه بدقيق الشوفان، كيف ما انكم تقدروا ديروا نشا الذره. نشا الذره حتى هي راها كتجي رائعه جدا وكتجي خفيفه، وما كتحسوش نهائيا يعني حيت نشا الذره ما فيهاش المذاق نهائيا. المهم لكم الاختيار في هادو 3 نتاع الحوايج، يعني نشا الذره ودقيق نتاع الذره، كيف ما انكم تقدروا تعوضوها بالدقيق ايضا نتاع الحمص هذاك اللي كنخدموا به كاران، حتى هو راه كيجي المذاق ديالو زوين. ودقيق الشوفان حتى هو مطحون، حتى هو راه كيجي رائع جدا. هنا كيف ما شفتوا معايا جبت هاد ليمون هادو، رشيتهم شويه تاع زيت الزيتون وهكا نمسحوهم مزيان، ومن بعد رشيتهم هكذايا بالدقيق ديال الذره
باش هكذايا نحاولوا اننا نتفاداوهم باش ما يلصقوناش في الفران. صافي، وكنبديو نعمروا تقريبا هكذايا 2 معالق كبار عامرين مزيان من هاد الحشوه هادي. والحشوه دائما كتبقى اختياريه، تقدروا ديروا الخضره اللي بغيتوها. غير كنصحكم انكم يعني طيبوه صحي وصافي. يعني نحاولوا اننا نبعدوا على الزيوت المهدرجه، ونحاولوا اننا نبعدوا على الدقيق الابيض. يعني نعوضوه، يعني كاين بزاف تاع الحويجات كنعوضوهم بها باش هكذايا يكون النظام ديالنا زوين والاكل ديالنا كيكون صحي. يعني كنهضر على الاخوات اللي كانوا متبعيني ومازالين مستمرين في انقاص الوزن. صافي، هنايا غادي نجيبوا هاد المغرف هادي وكنبقاو هكايا نرفدوا بها القياس اللي راحنا باغيين. بالنسبه لديك لاباغايا كيش كنت ديجا يعني زدت فيها المعدنوس طري كيف ما شفتوا معايا. تقدروا الا ما بغيتوش المعدنوس تقدروا تعوضوها بواحد الحكيكه هكذايا نتاع الزعتر، حتى هو كيطلق واحد المذاق اللي هو زوين. وصافي، ولكم الاختيار. صافي، هنايا غادي نعمرهم كاملين كيف ما شفتوا معايا. راه حبه نتاع البيض مع كاس يعني ديال الحليب، راه عمرت لي 6 نتاع القطع. يعني راه غادي ناكلهم وما غاديش نقدر نكملهم كاملين، غادي ناكل وغادي نخلي عاد مازال الغد لي ان شاء الله يا ربي. هادشي اللي بغيت نقول لكم. تقدروا تاكلوا بهم 2، تقدروا تاكلوا بهم 3. علاش ما قديتو؟ حيت راه فيهم غير الخضره. فيهم ايضا صدر نتاع الدجاج وخضيره مع الدقيق ديال الذره. يعني ماشي شي حاجه اللي غادي تضركم او لا شي حاجه اللي غادي تثقل عليكم او لا. المهم حاجه اللي هي زوينه. صافي، هنا زينت واحد شويه بنتاع الفرماج. بالنسبه للفرماج انايا كان عندي مخلط، يعني كنخلط الموتزاريلا مع الفرماج الاحمر وكنخليه عندي في الثلاجه وكنبقى نستعمله. صافي، ودرت واحد الحبيبه هكايا تاع الزيتون ودخلته للفران. بالنسبه للطياب ديالو غادي يطيب على نار اللي هي مهيله. يعني في الاول غادي نشعلوا له العافيه الفران ديالنا حتى يسخن مزيان، ومن بعد من غادي نطرحوهم غادي نقصوا على العافيه مزيان بحال شكل غادي نطيبوا واحد المادلين. هادشي اللي بغيت نقول لكم انايا. هاد لي كيش هادو كيف ما شفتوا معايا ما استعملتش فيهم نهائيا الخماره نتاع الحلويات. ما درتش فيهم نهائيا خماره. واخا هكذاك هانتوما كيف كتشوفوا راهم طلعوا رائعين جدا. يعني غير بديك الحشوه او بديك الخضره جاو معمرين وجاو زوينين. صافي، هادشي اللي كاين اخواتاتي. رافقتها بشويه نتاع المطيشه، بشويه نتاع الفقوس او الخيار مع واحد الرشيشه هكذايا نتاع بذور الشيا. صافي، والتميرات كيف ما كتشوفوا هنايا معايا، واحد شويه نتاع المكسرات والحريره اللي ما نقدروش نستغناو عليها في سيدنا رمضان. انايا دائما كنحضر الحريره، يعني تقريبا نهار كنديرها ونهار لا. والقليل فاش كندير هذا التشيشه او البلبوله نتاع الشعير كتكون هكذايا محمضه حتى هي كتجي زوينه. ولكن الاغلبيه كندير الحريره، ولكن الحريره كتكون صحيه كيف ما غادي تشوفوا هنايا معايا. يعني فيها الحمص، فيها الفول، فيها الجلبانه، فيها العدس، كندير فيها حتى الحلبه، القزبر والمعدنوس والكرافس، المطيشه ايضا. المهم الحريره راكم عارفين ضروري من المطيشه. صافي، ولكن ملي كنجي ندورها ما كندورهاش بدقيق يعني الابيض او الفارينه فورس. دائما كيكون عندي لينجبار اللي هو إلان، وكيكون عندي دقيق الشوفان كنخلطهم بجوج بهم اللي كندور الحريره ديالي. يعني كناكل بها واحد الزلافه او زلافه ونص او حتى لجوج زلايف. صراحه راها كتجي رائعه جدا. وهذا الشيء اللي كاين اخواتاتي. كان فيديو اللي هو خفيف ظريف، ونتلاقى معكم ان شاء الله يا ربي في الفيديو القادم باذن الله. وما تنسونيش بواحد التعليق اللي كيكون زوين محفز